كده الموضوع بالنسبه لي ايه؟ الموضوع بالنسبه لي ان انا هروح اطلق. ليه؟ مش قادر اتجوز فين؟ انا عاطي نسايبي معاد ان انا اتجوز ان شاء الله حتى بعد 100 سنه، الوقت ما عادش عندي مكان اسكن فيه، هاخد بنت الناس ارميها في الشارع؟ ابهدلها؟ ربنا قال لي كده؟ طيب انا بس انا اللي بطلب كل من حضرتك هتوصل صوت الناس دي للكبار المسؤولين في الدوله واستاذ المحافظ على اساس ان العدل اسس الملك، وان القرعه اللي نظام البحث اللي عمله هو الموظف اسمه كمال برايه، وانا اتحمل المسؤوليه القانونيه والجنائيه ومستعد اتحاسب امام الدوله كلها اذا كان كلامي دوت اللي عمل البحث ثم احتال تاني ودخل لف مشال الملفات، عمل علاقات. ده في الاسكان يا عم؟ في الاسكان يا باشا. ايوه يا باشا، في المجلس المحلي لمدينه المطريه. اخي هو اللي جاب الورق وهو اللي على العلاقه اللي بين المطريه والمحافظه، ومفيش اي حد في المحافظه يتدخل في هذا الموضوع الا الاثنين، الاستاذ تفتيش مال الاداري الموجود هنا والاستاذ اللي مفتش التفتيش مال الاداري في المطريه اللي هو كمان برايه. الحاجه الثانيه في العلم سيادتك في قبل كده في الاسكان محدود الدخل في شكوى انا مقدمها ورد، وجيت هنا في قلب الخدمه المواطنين قدمت طلبين. طب طلباتكم ايه؟ ان انتوا عايزين ايه من المحافظه؟ طلباتنا سيادتك عايزين نلغي القرعه ساعتها. ومن اللي بسبب الضرر اللي وقع على الناس ديت، الضرر الناس وقع اللي اتظلمت. البحث البحث اللي اتعمل ما كانش مظبوط، بنطالب السيد المحافظ يعمل لجنه من قبل السيد المحافظ تحت اشراف السيد المحافظ شخصيا باعاده البحث الناس دي، ثم يبان الحقيقه اذا ظهر في البحث الجديد يختلف عن البحث اللي معمول، يتحول المسؤولين عن هذا الموضوع لان ده سبب بلبله للشعب وخلت الناس يقف عندها كبت وغير من الناس فقدت الثقه بكل بمعنى صح، بس فقدت الثقه من انا كل سمعت ان في اكتر من كام شاب قدموا على الشقق ديت. كام واحد؟ كام واحد؟ العدد الاجمالي ساعتك الورقه بترن 500 واحد. العدد الاجمالي اللي كان نازل على القرعه 528 شخص. بناء على كده المجلس المحلي قال انتوا هتنزلوا قرعه على 369 شقه. جينا المحافظه ودخلنا القاعه على اساس القرعه تمت على 369 شقه، نفاجئ ان القرعه تحولت من 369 شقه ل 262 شقه، مقابل ان المشروع ده مشروع شباب، كان في السابق في العهد السابق يسمى مشروع مبارك للشباب، انما نخش القاعه نتضح بعد كده 262 شقه مقابل ايه؟ 60 شقه لعشوائيات، وده طبعا غلط وقانونا. ليه؟ لان الشقه مش من حق العشوائيات، من حق انا، ده شقتي انا. انت دافع 5000 جنيه؟ انا دافع 5000 جنيه من 2010. كل 5000 2010 كل الشقق ديت. الحاجه الثانيه ودي شقوه مهمه، في شخصيه كانت في محدود الدخل بالبحثات، شخصيه كانت في محدود الدخل ماشي، مش من حقها حتى كمان انها تخش هنا. لما خلاص طلعت من هنا الموظف اللي اتقال اسمه اللي هو استاذ كمال برايه خلاها دفعت. كمال برايه ده في مجلس مدينه رئيس الاسكان، ولا ماسك الاسكان، عمل ايه؟ خلاها دفعت ب 5000 جنيه ودخلت القرعه في قبل القرعه بشهر، وده غلط. ليه؟ انت قفلت باب التعيين في وقت معين، لان باب التسليم ما انت قفلت خلاص. انت النهارده بتفتح من يوم 1 ليوم 30، الموضوع اتقفل خلاص، ما عادش ينفع تبحث المجموعه اللي عندك، ما تجيش تغير. الحاجه الثانيه اللي بتكلم فيها كان في ناس حوالي 20 واحده او 5 او 15 واحده كانوا مقدمين في محدود الدخل، يعني معدومين الحياه، ما معهمش يعيشوا فيها. لما اتقلشوا من هذا المشروع، لما دول اتلغوا ما حصل لهمش نصيب في ديت، راحوا تحولينهم دفعوا 5000 جنيه وتحولوا في مشروع الشباب اللي هم حاجزينه بقالهم 5 سنين منتظرين الامل. ثم ياتي السيد المحافظ والساده المسؤولين في المحافظه طلعوا قرارات 30 شقه كوارث، 60 شقه للعشوائيات اللي هم بنقول عليهم البلطجيه، اللي هم وضعوا ارض الدوله وعملوا اماكن عشوائيه عشان يعيشوا فيها، عشان يخلوا امام الامر الواقع. عاوز تزيلني عيالي موجودين في الشارع، طبعا كل مسؤول يخاف على نفسه طبعا، وفي نفس الوقت الكاميرات والصحافه هيقولوا ده الدوله، فبيضطر المحافظ
يجيب له بحطه قدام الامر الواقع. بس سياده المحافظ لما يجيب ما يجيبلوش من دم على حساب على الشباب. على دافع كام؟ 5000 جنيه يا باشا. 5000 جنيه. وصلها يا باشا ب 5000. وصلها يا باشا.